ماما كانت بترقص لبابا كام مره في اليوم؟ طب ليه ما فيش حد من جيل الالفينات حضرتك ارتبطت بيه مثلا؟ السلام عليكم. ازي حضرتك يا حاجه، عامله ايه؟ حاجه ايه؟ مين اللي حاجه؟ حضرتك ولادك ولا ايه؟ ماما؟ لا انا اختها الكبيره. ايه؟ اختها الكبيره. دي اختك الكبيره؟ انا اختها الكبيره. انت اختها الكبيره؟ حضرتك. هو انت شايف شكلي اصغر من كده ولا لا، ايه؟ ما حضرتك كام سنه؟ 24 سنه. والله العظيم حرام. ما شاء الله 24 سنه. حضرتك كام؟ 33. 33. ودي مين؟ بنتي. بنتي. بنتك. بنتي. انت كام سنه يا عسل؟ 20. دي ماتت قبل كده 3 مرات. ايه؟ 20. 20 سنه. لا احنا طب حضرتك. اتوترت. انا اتوترت. صح؟ حسيتك دي اتوترت. بنتك. هو بجد مش باين؟ ايوه لا بنتي. مش باين ما شاء الله. طب ممكن بس نيجي على جنب هنا؟ حضرتك ما شاء الله، بس نبص هنا يعني. حضرتك كام سنه؟ 24 سنه. 24 سنه ما شاء الله يا جماعه، ما شاء الله. اختك الصغيره فيها ملامح منك فعلا. فينا من بعض على فكره. الله اكبر الله اكبر. اختك اختك الصغيره كبيره. كبيره. انا الصغيره. معلش حقكم عليا، انا اسف. ايه حاجات الزرايب دي؟ طب ايه اخبار الجواز معاكي كده؟ عايزك تقولي لي كده، اتجوزتي بكام وسنه كام؟ ادعي له بقى بالرحمه، توفى. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. اتوفى. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه. اتوفى بعد. احسن زوج بجد في الدنيا. احسن زوج في الدنيا. ما شاء الله. ممكن نبص هنا؟ اكيد كان احسن زوج في الدنيا. متوفي بقاله قد ايه؟ 2 سنين. حبيبي. 2 سنين. مش لابسه اسود ليه؟ لا ما خلاص، هو الحزن يعني في القلب كده كده. ايه ده؟ حزن في القلب. يكفي ان انا ما بنساهوش اصلا. ما بتنسوش. عمل ايه عشان ما احسن راجل في الدنيا. ما شاء الله ما شاء الله. عمل ايه عشان ما تنساهوش؟ لا كان بيعمل لي كل حاجه حلوه. ما شاء الله. والله كان كويس قوي. بيعاملني احسن معامله. عاملني ان انا ملكه. ملكه. والله ملكه. ايه رايك في الراجل؟ دايما الستات والبنات بيشتكوا دايما من الرجاله انهم زي خاينين. لا كل ده غلط. اللهم ارضى عليكي. كل ده غلط. الرجاله مش خاينه. اللهم ارضى عليكي يا اختي باكنان. الرجاله لو مش خاينه. خانت بنبقى احنا السبب. لا دي معلومه. انتوا متفقين على الكلام ده؟ مش كده خدنا؟ تقريبا ايوه. الراجل لو خان احنا السبب. ليه بقى يا استاذه مي؟ عشان بيبقى التأثير مننا. التأثير منكم انتوا؟ على فكرة الراجل ده غبي جدا. ليه بقى الراجل غبي؟ ايوه علشان هو بإيده ان هو يقدر يتجوز على فكرة، ويتجوز بدل واحدة 4، وده شرع وحقه، محدش يقدر يقول له حاجة. صح. تمام، بس هو ما بيعملش ده. يعني الراجل عنده وفاء تقصدي؟ عنده وفاء جدا على فكرة. ما شاء الله. يكفي ان هو ما بيعملش ده رغم ان ده حقه على فكرة وشرع اصلا. حقه وشرع وما بيعملوش. منشن لام العيال دلوقتي حالا. وبجد ما بيعملوش، فدي حاجة. ليه الراجل ما بي يعني يكفي ان احنا نقول عليه فعلا اصيل وعنده وفاء، ولو قصر هو فعلا بيبقى مننا مش منه. منكم انتوا؟ مننا احنا طبعا. ايه الحاجات اللي بتخلي الراجل ممكن يروح يفكر يتجوز تاني؟ ان انت تكوني شكاكه، تنكدي عليه، ما تكونيش مطيعه معاه. ما هو انت لازم تبقي مطيعه، ده راجل ولازم يبقى برضه السيد، وتحسسيه بالاحساس ده. صح، برافو عليك. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر. فلازم طبعا تحسسيه كده. طب احكي لنا كده، كنت مثلا ابو العيال الله يرحمه لما كان يبقى داخل من باب الشقه كنت بتعملي ايه معاه؟ كان اول ما بسمع اسمه ببتسم ازاي. ما شاء الله. خدت بالك؟ ما شاء الله. لا ابو العيال ده كان في حته تانية يعني. وما زال انا لحد دلوقتي مستحيل اتجوز غيره. طب اشرحي لنا كده عشان الستات تتعلم منك. اول ما الراجل يخش من باب الشقه نعمل ايه؟ قومي كده تجري عليه، تاخديه بالحضن، تسالي يومك كان فيه ايه، احكي لي مشاكلك، احكي لي ايه اللي حصل معاك، تقعدي تكوني محضره اصلا الغدا، موضبه له كل حاجه، يا دوب يجي يلاقي هدوء وراحه نفسيه. هدوء وراحه نفسيه. طبعا دي اهم حاجه. هو هيحب ان هو يقعد معاكي ويجي ويقعد. ماما كانت بتعمل كده؟ كانت بتعمل اول ما يخش تجيب الطبق وتقلعه الجزمه ده 5 نجوم اللي بتعملوه ده والله. تغسل له رجليه. ماما كانت بتعمل كده فعلا. كانت عشان كده كان عمره قصير. الله يرحمه. ربنا يرحمه بقى. الله يرحمه. مشي وسابني. مشي وسابك. عايزين نعرف منك اقل مصروف كان ابو العيال بيديهولك كان كام؟ ما ايه؟ المصروف اللي بتصرفي منه تجيبي طلبات البيت. طب هو اصلا يديني مصروف ليه؟ هو الراجل ابو البيت مش ملزم يديني مصروف. لا والله. مش ملزم. ربنا يكتر من امثالك. ليه بقى؟ طبعا. ايه اللي ليه؟ انا انزل واشتغل واصرف. هو يعمل ايه؟ يقعد. يعني ايه؟ يقعد. لو مش عايز يشتغل يقعد عادي جدا. وايه يا استاذه؟ بيتدلع يا بابا، يتدلع. ندلعه، اتعلمي وندلعه. صح انت.
ايه رايك في الكلام ده حاج؟ تاني؟ انا اسف، إيه استاذه مين؟ نشوة. استاذه نشوى، ايه رايك في الكلام اللي اتقال ده يا استاذه نشوى؟ لا هو كلام حلو قوي بصراحة يعني، يا ريت بس الستات كلها تعمل كده. يا ريت كل الستات يمكن. حضرتك اتجوزتي؟ لا ما لا. انسه؟ انسه. طب ليه حضرتك ما اتجوزتيش مع ان يعني حضرتك موافقه على الكلام ده؟ يعني في فرص كتيره جدا ان حضرتك تقبلي رجاله كتير. ما لقيتش يعني في الجيل ده حد كويس بصراحة. أنهي جيل بقى؟ جيل التسعينات. جيل التسعينات. حضرتك جيل الالفينات. انتوا رمية مفترية. ما لقيتش حد كويس بصراحة، كلهم لبسهم غريب وقصاتهم وشعرهم لا 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 ما يناسبنيش ده خالص بصراحة. ما يناسبكيش جيل حضرتك التسعينات؟ لا خالص. ايه رايك في جيل الالفينات؟ حلو جدا. جاية فيه مش عارف. طب ليه ما فيش حد من جيل الالفينات حضرتك ارتبطت بيه مثلا؟ طب ايه المواصفات اللي حضرتك مثلا محتاجاها؟ ربما لعله خير حد من المواصفات دي يقابل حضرتك في الشارع ويحصل خير. يعني يكون شاب وابن ناس. مهم الفلوس يكون معاه؟ يكون عنده عربية. ليه كده ياما؟ عنده فيلا. مستواه المادي كويس. والله المفروض يعني. الفلوس اهم ولا الحب؟ بصراحة الفلوس. مفيش حاجة اسمها حب. والنبي نضربها على بقها الولية دي. مفيش حاجة اسمها حب. أنا عرفت ليه حضرتك يا حاجة لسه ما ارتبطتيش. أنا آسف يعني حضرتك ليه ما ارتبطتيش يا حاجة؟ انتي صغيرة. شباب والله، وردة ما شاء الله، وردة ما شاء الله. ايوه ما شاء الله. في رجالة بيجي عليها فترة بنلاقيها بتسمع إن هي خانت مراتاتها، ده ليه؟ عشان هي اكيد يعني ما ادتلوش حقوقه وما رقصتلوش. أيوه، أنت شايفة حضرتك إن الرقص هو المشكلة؟ طبعا. ايه رايك حضرتك في؟ طبعا ايوه اكيد لازم ماما ترقص لبابا طبعا، الله يرحمه. الله يرحمه. ماما كانت بترقص لبابا كم مره في اليوم؟ يعني مرتين. مرتين في اليوم، ما شاء الله عليك. اي حقه. ايوه حقه. اشمعنى حضرتك نبهتي في موضوع الرقص؟ لما هو يروح يحضر فرح ويتفرج على رقصه. صح انت. مش منطق. اللي مقصره فيهم الستات اللي بيتفرجوا علينا موضوع الرقص. طبعا. هو اللي بيخلي الراجل عينه تبص برضه. ايوه ارقصي له. ما ده انت حلاله ومراته. صح. فايه اللي يمنع ان انت ترقصي له؟ صح، هو ده السبب بالظبط. ولازم تكون مطيعه بقى زي ما قلت لك في الاول. شفتوا يا جماعه؟ منشن لمراتك بسرعه يا جماعه، منشن لمراتك احنا عرفنا السبب ايه. حضرتك كام سنه؟ 20. ايه؟ 20 سنة. ما شاء الله. دي ماتت قبل كده 3 مرات. قولي لنا مواصفات شريك حياتك المستقبلي بقى. يعني يكون راجل معاه فلوس. عالم عايشة بالأوالطة. برضه طبعا طالعه لخالته طبعا في كل حاجه. حبيبه خالته. قلب خالته طبعا. مع عربيه. طبعا. طب لو مقدم على عربيه قسط ولسه ما جاتش يجي ولا؟ لا ما يجيش. لازم يبقى جاهز جايب طبعا. طبعا يا جماعه، دي عيله ما شاء الله هي جاهزه من مجاميعه. ربنا يقل منهم. يعني نتمنى لهم الخير. الناس هنا ما شاء الله هترد عليكم في الكومنتات. تمام. في انتظار. انا لسه كنت بشكر فيهم. بجد؟ قلت لكم يا جماعه في امل. يعني حضرتك مش عاجبك جيل التسعينات؟ لا خالص بصراحه. مش عاجبك جيل التسعينات. انت شايفه ان جيلك من الالفينيات هو افضل طبعا جيل؟ ده افضل جيل بصراحه. الناس ناضجه كده، لبسهم شباب، لبسهم شيك. قصتهم هاديه رايقه كده، يعني مش الحاجات الغريبه اللي بنشوفها بصراحه من جيل التسعينات دي خالص. صح يا جماعه، كل الناس اللي في جيل التسعينات هنا تكتب رايها في الواقعه دي. تمام. وانا غلطان اصلا جيت عديت من هنا. لايك وشير للفيديو ده وقلت لكم في امل.